السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عمرك حسيت انك بتتكلم بس الناس مش بتركز او بتحس ان كلامك مش بيأثر زي ما نفسك يكون؟ النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطور اسلوبنا في الكلام بطريقة تخلي الناس تستمع وتقدرك وتحس بقيمة كلامك. اولا، اللباقة في الكلام. اللباقة مش بس استخدام كلمات جميلة، هي في الاساس احترامك للطرف التاني. الكلمة الطيبة بتكسب القلوب وبتفتح ابواب الحوار بسهولة. لما تتعلم تختار كلامك بحكمة وتبتعد عن التجريح أو الكلام القاسي، الناس هتبدأ تستمع لك باحترام واهتمام. ثانيا، تجنب الكلام السلبي. ممنوع تكلم عن الناس بالسوء، وممنوع تقاطع المتحدث أو تكمل جملهم بدلهم. الحاجات الصغيرة دي بتبين احترامك للنقاش وبتخلي الناس تحب تسمعك. بدل ما تنهي كلام غيرك، ركز على اللي عايز تقوله بإيجاز ومهارة. ثالثا، الاستماع الفعال. الاستماع مش بس سماع، ده الانتباه الحقيقي لكلام الشخص اللي قدامك. استمع بدون مقاطعة، ركز عينيك في عين اللي بيتكلم، واسأل أسئلة تعكس إنك فاهم ومهتم. الاستماع الفعال بيخلي الحوار أعمق وأقوى ويبين إنك محترم ومقدر. رابعا، تنظيم أفكارك قبل الكلام. قبل ما تتكلم فكر بسرعة، هل كلامك واضح؟ هل ليه بداية ومنتهى؟ كلام منظم بيخليك توصل فكرة واحدة في كل جملة، وبيبقى أسهل على الطرف الآخر يفهمك ويستوعب كلامك. كمان حاول تتدرب على قراءة كلامك بصوت عالي أو تسجيل نفسك علشان تلاحظ أخطائك وتصلحها. خامسا، لغة الجسد والنبرة. الكلام مش بس كلام، لغة جسدك ونبرة صوتك جزء كبير من الرسالة. حافظ على عين ثابتة وصوت واضح ومتوازن، وتجنب الحركات المشتتة. لما نبرة الصوت تكون هادئة وواثقة، كلامك يوصل أقوى بكتير. بتحسن أسلوبك في الكلام، بتبني نفسك قبل ما تبني جملتك. النجاح الحقيقي في التواصل مش في عدد الكلمات، لكن في وضوح الرسالة وتأثيرها في اللي حواليك. لو استفدت من الفيديو، ادي لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل طرق تطوير الذات والتواصل القوي.